صلى على النبي. مطعم كده من زخانيق اسماعيليه، على قد ما هي صغيره بس انا هجيب لك مطعم اراهن ان الناس قليله قوي اللي تعرفه يعمل اكل جامد جدا. شويه كفته رايقين، مفيهاش بهارات كتيره، طعم لحمه حلو. فانا النهارده هروح مطعم الاكيل الاصلي اللي في البهتيني، هنشوفه رايق ولا هنتضايق. تعالوا. هو ده كده طريق البلاجات، ومن عند الرودي كده بنروح جايين داخلين يمين. يمين الجاي بقى، يمين الجاي. هو ده الاكل الاصلي. انا نفسي اتقطع. احنا جبنا واحد كفته، واحد شيش، واحد حواوشي، 2 سلطه، 3 طحينه. ده كده المنيو. هو اكيد مش هيبان بس يعني ايه لقطه سريعه كده، وهسيب لكم رقم تليفونه كمان. عايز ابتدي الاول بالكفته لان اللي قال لي عليه قال لي على الكفته بتاعته اجمد الكفته اللي انت ممكن تاكلها. صابع الكفته، بص الصابع تخن ايه مع الرغيف، حادقه شويه بس جامده قوي. جمدان. انت ب 50 جنيه واخد الكفته دي كلها بالتخن ده وبالرغيف الكبير ده، بعد ما اكلنا منه اصلا قد كف ايدي. الكفته في قائمه الاروق جدا. تعالى بقى على الشيش. بص هو لونه مصفر كده، واخد تتبيله غريبه، مش مثلا الحمار بتاع الطماطم والكلام ده كله. بسم الله. الله يا جدعان، 50 جنيه. انت متخيل الاكيل الاصلي ده؟ هل هو مثلا عشان المطعم بتاعه في البهتيني فالايجارات قليله مثلا فعشان كده عامل السعر ده؟ بصراحه حاجه بسم الله ما شاء الله. بص شكل الشيش عامل ازاي، مفيش ريحه زفاره، مفيش طعم تتبيله مضيعه طعم الفراخ، حرفيا حاجه جامده جدا. بسم الله ما شاء الله، ولا غلطه. بسم الله ما شاء الله. الحواوشي بقى ده الشكل. بسم الله. بصراحه الحواوشي ما عجبنيش، يعني هو حلو وقسما بالله جامد جدا. عارف انت اللي هو ما خطفنيش زي الكفته وزي الشيش. بصراحه يا جدعان الكفته والشيش دول في حته 5 كده لوحديهم كده، رايقين جدا. اي حد يعرف مطعم في الزخانيق كده متداري يكون اكله حلو زي الاكيل الاصلي يكتب لي في الكومنتات وعرفوني مين هو وانا هروح اجربه اكيد. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتستنوني في حلقات جديده. سلام.